يلا نجرب الكبة مع بعض ونقشر فيها التوم زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. يلا نشوف هي هتقشر التوم ولا لا. انا هنا كده معايا راسين من التوم. انا بس هفصص التوم علشان الراس فيها تراب من تحت، فمش عايزاه يجي في التوم يتقشر. تمام. انا هنا كده هفصص الراس التانية. هنركب الموتور وهنبتدي نضرب كده: 1 2 3 4. انا هنا مش مسرعه الفيديو، سايباه يعني شغال زي ما هو بحالته. هنبتدي بقى نفضي التوم ونشوف اتقشر ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده، هنا المفاجأة ان هو اتقشر. دي التومية وسليمة، يعني انا قلت بصراحة قلت هتتهرس او هتتجرح، او ممكن تتفرم معايا، بس ده ما حصلش. هنا التوم سليم زي ما هو والقشر لوحده. في ممكن تلاقيها في التومية، ممكن تلاقيها في القشرة بتاعتها بس بتبقى فكة خالص. يعني انت بتشيل القشرة بايدك كده بالراحة وبتلاقي التوم فاصل عن القشر. ده القشر وده التوم اهو. يلا بقى عشان هنعمل بالتوم ده في الفيديو اللي جاي، هنعمل هريسة الفلفل مع بعض.